أهلا بكم متابعي قناة الملوك. مدة حضن أنثى الباجي للبيض. طبعا هذا السؤال يسأله الكثير. كم تظل أنثى الباجي تحضن البيض بعد وضع البيض في العش؟ طبعا الفترة تعتبر فترة محددة، يعني لا يوجد فيها أي اختلاف، وهي 18 يوم. ضروري جدا أن تظل الأنثى على البيض لمدة 18 يوم. هذا 18 يوم يعتبر فترة فقس البيض، يعني خلال 18 يوم يبدأ البيض، بعد 18 يوم يبدأ البيض في الفقس. ولكن إذا كان البيض فاسد، نلاحظ أن الأنثى تظل تحضن البيض. بعض الإناث تظل تحضن البيض لمدة شهر، وبعض الإناث تظل تحضن البيض لمدة شهرين. هذا بسبب أن البيض يكون فاسد، والأنثى تظل تحضن البيض لأن البيض فاسد ولم يفقس. طبعا سبحان الله، بعض الإناث يعني تكتشف أن البيض فاسد، ونلاحظها أنها تقوم بكسر البيض أو برمي البيض من العش. بعض الإناث تظل تحضن البيض حتى لو كان فاسد. فالفترة التي يجب أن تحضن البيض فيها الأنثى هي 18 يوم حتى يفقس. بعد 18 يوم نعرف أن البيض فاسد، وإذا تركنا البيض في العش سوف تظل الأنثى تحضن البيض لفترة طويلة. كما ذكرنا لكم، بعض الإناث تكتشف البيض الفاسد ترميه من العش، وبعض الإناث تظل تحضن البيض، يعني لا تكتشف البيض أنه فاسد ولا ترميه من العش، وتظل تحضنه لمدة شهر وشهرين. وبعض الإناث نلاحظها أنها تبدأ تبيض من جديد على البيض القديم. يعني في بعض الأعشاش إذا فتحنا العش نلاحظ أن داخل العش يوجد بيض بكميات كبيرة. السبب أن الأنثى تضع بيض، يعني يكون عندها بيض قديم وتضع البيض الجديد على البيض القديم، يعني لا ترمي البيض من العش وتستمر بحضن البيض، ويقوم الذكر بتلقيح الأنثى، وبعدها تضع الأنثى البيض الجديد في العش مع البيض القديم. يعني إذا مرت عليك هذه الحالة ولاحظت وجود بيض كثير داخل العش، يعني أكثر من 10 بيضات على طول، تعرف أن السبب هو أن الأنثى وضعت بيض على البيض القديم. ففترة حضانة البيض تستمر يعني بوجود البيض. طول ما البيض موجود داخل العش نلاحظ أن الأنثى تحضن البيض، سواء كان فاسد أو غير أو مخصب. تستمر الأنثى بوضع بالحضانة ما دام البيض داخل العش. فضروري جدا على المربي أن يركز على هذه النقاط، أن يقوم بفحص البيض. يعني مثلا هذه الأنثى باضت، مرت 18 يوم ولم يفقس البيض، ممكن أن نقوم بفحص البيض داخل العش. إذا لاحظنا أن البيض فاسد نقوم برمي البيض من العش، وحتى تستطيع الأنثى أن تبيض من جديد، لأن بعض الإناث إذا استمرت بحضن البيض الفاسد لا تسمح للذكر بالتزاوج، وتظل تجلس على البيض الفاسد لفترة طويلة جدا، وبهذا يخسر المربي الإنتاج. فضروري جدا أن يتدخل المربي، أن يقوم بفحص البيض، وأن يرمي البيض الفاسد. إذا كان كل البيض فاسد في العش، أن يقوم برمي البيض حتى تبدأ الأنثى تتزاوج من جديد وتضع بيض من جديد. فالمختصر لهذا الموضوع هو حضن البيض، حضن أنثى الباجي للبيض يستمر بوجود البيض داخل العش.
إذا كان البيض فاسد فإن الأنثى تستمر بحضن البيض لمدة طويلة جدا، وإذا كان البيض مخصب بعد 18 يوم يبدأ يفقس البيض، تبدأ الأنثى تربي الفراخ، ثم تخرج الفراخ من العش وتبدأ الأنثى بالتزاوج من جديد وتبيض من جديد، وهكذا. وإن شاء الله وصلت الفكرة. وأي مشكلة أو أي تعليقات ممكن أن تضعوها في أو أي ملاحظات ممكن أن تضعوها في التعليقات. وشكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.